رئيس الجمهورية يستقبل رئيس غرفة التجارة الأمريكية العربية ومهاتير محمد. تكريم عبد الله الضبي لأدواره النضالية في خدمة الوطن. وقمة منظمة شنغهاي تؤكد في ختام أعمالها ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية. السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من اليمن اليوم. بحث رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي مع رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية العربية دافيد فيليبس بحث العلاقات المشتركة خصوصا في مجال الاستثمار في النفط والغاز. وفي اللقاء رحب رئيس الاستثمارات الأمريكية والبريطانية والأوروبية مؤكدا أنها ستحظى بالرعاية الكاملة. كما أكد الرئيس أن حل المشكلة الاقتصادية في اليمن لن يكون إلا عبر الاستثمار في استخراج النفط والغاز. وأوضح أن لدى اليمن مخزونا نفطيا وغازيا يمثل ثروة حقيقية وكبيرة، مؤكدا أن الغاز أصبح يحتل مكانة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية وصناعة الإسمنت، والكثير من المصانع تحولت من الديزل والبترول إلى الغاز. بدوره أبدى الوفد الأمريكي رغبته في الاستثمار في مجالات النفط والغاز، مؤكدا على الاستعدادات الفنية والمالية والقدرات العالية مهنيا وتكنولوجيا والتعاون الكامل فيما يحقق الشراكة والفوائد الاقتصادية للجانبين. نظم أفراد الأمن في محافظة تعز وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الأمن اعتراضا على تسليم مدير أمن المنطقة للنيابة العامة. احتجاج ضباط وأفراد أمن محافظة تعز لما قام به مدير أمن المحافظة من إجراء لا مسؤول ضد من يقومون بواجبهم لإحلال الأمن في تعز. يعني نحن نخرج ننفذ أوامر النيابة القهرية بضبط أحد المتهمين قاطعين الطرق، فنتفاجأ أن يقوم مدير أمن المحافظة بتوقيع مدير أمن المنطقة النيابة، وكذلك يقوم بإخراج المطلوب أمنيا من السجن. تمام، من السجن، يعني إرضاء للمشايخ والشخصيات الاجتماعية وظرف مطالبنا بعرض الحائط. يعني نحن ننفذ أوامر قضائية ونتفاجأ بالنهاية إنه من مدير الأمن يقوم بالتعامل مع المشايخ وإخراج المطلوبين. لا نعرف إيش هو السبب. نريد محاسبة مدير الأمن على لأنه يشجع القتلة على رجال الأمن ويقصر في واجبه، ونحن معنا أوامر من النيابة وأوامر قهرية، وهو قتل زملائنا مقتولين ولا حتى الآن، وموقف مديرنا والأوالي مرهونة بالعلاج ولم يعالج حتى زملائنا ولم يقوم بزيارة لأحد من الأفراد. لذا نرجو محاسبة مدير الأمن وتغييره. مدير أمن المنطقة الأولى خرج في مهمة رسمية للقبض على الخارجين عن العدالة، وأثناء تأدية الواجب جرح جندي وقتل المتسبب بالشغب. إثر ذلك قام مدير أمن المحافظة بتسليم المقدم عبد الحكيم الحنسري مدير أمن منطقة الجنة على خلفية الحادث. الوطن للجميع. نعم. والحزبية والمناطقية توجد. أيوة. إنما غرسها الأخ مدير أمن المحافظة في نفوس الضباط والعسكر، والضباط والعسكر بدوا واجبهم على أكمل وجه. نعم. وبعد ذلك يتوقفوه. الأمن الفارغ في محافظة تعز نطالب بتغيير مدير أمن وطني وليس حزبي. وطني مدير أمن وطني لا يعرف الحزبية ولا المناطقية ولا الشلالية، يعرف الوطن. نطالب بمدير أمن من حضرموت من لحج من أبيض من صعدة، لا يعني وطني مع الوطن وليس حزبي مع الجنود مهانين. أهانوا مدير أمن، الضباط ما ينهانوا مدير أمن، التنقلات للإصلاحيين، كل شيء عكس مدير أمن. رجل الأمن الذي يعيش بين المطرقة والسندان، مطرقة الأوامر وأداء المهام الوطنية، وسندان السجان لما قام به من واجب. نشوان الظاهري من تعز، قناة. استعرض رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي مع الشخصية الإسلامية الاقتصادية مهاتير محمد القضايا المتصلة بشؤون الاقتصاد وقضايا الشباب والعمالة وما مرت به اليمن من جراء الأزمة وما خلفته على الصعود المعيشية والاقتصادية والاجتماعية. وفي اللقاء أكد رئيس الجمهورية حاجة اليمن إلى كل الجهود والخبرات التي من شأنها معالجة التداعيات التي خلفتها الأزمة. مهاتير محمد من جانبه عبر عن تطلعه لمعرفة الوضع الاقتصادي عن كثب ليتسنى له التشخيص الدقيق وتقديم المشورة وفق الخبرات التي يتمتع بها، مؤكدا من أنه لن يبخل في مساعدة اليمن في هذا الجانب. في حفل حضره كبار قيادات الدولة كرمت مؤسسة اليمن للثقافة والتنمية السياسية المناضل عبد الله الضبي لأدواره النضالية
في خدمة الوطن. صاحب السيرة العطرة المليئة بالإنجازات ونضاله وحبه لوطنه الوالد المناضل اللواء عبد الله الضبي كرم من مجلس أمناء مؤسسة اليمن للثقافة والتنمية السياسية تقديرا وعرفانا لدوره الوطني البارز الذي قام به خلال مسيرة عمله بحضور جمع من كبار قيادات الدولة. إنك فعلا رجل صمد وصابر وعاش في عصور كانت مظلمة وكنت شمعة فيها، ثم انتقلت إلى ساحة الثورة فكنت فارسا مناضلا عنودا وصابرا ووطنيا لا تحيد ولا تميل عن أهداف الثورة السبتمبرية المجيدة. الضبي شخصية وطنية معروفة لها دورها الوطني والمخلص يتعامل مع نفسه ومع الناس ومع الله بصدق. هكذا قال عنه المناضل الكبير عبد السلام صبرة رحمه الله وعدد من رفقاء دربه. بالتهاني الصادقة للوالد المناضل اللواء عبد الله علي الضبي بمناسبة تكريمه من قبل شريحة واسعة من رجالة اليمن من مفكرين ورجال دولة وأدباء وعلماء ومثقفين يمثلون النخبة اليمنية، متمنيا له عمرا مديدا وصحة وسعادة دائمة. شغل المناضل قبل الثورة العديد من المناصب، مديرا للأمن ومديرا لكلية الشرطة وسكرتيرا خاصا لقائد الحرس ولي العهد محمد البدر وحاملا للشفرة الملكية. وبعد الثورة شغل العديد من المناصب منها وزيرا للداخلية ومحافظا للحديدة وسفيرا في عدد من الدول العربية والأجنبية. الكلمات الطيبة التي تعكس حسن نطقكم وتقديركم العالي للدور الوطني الذي قمت به. يأتي هذا التكريم للمناضل عبد الله الضبي عرفانا لدوره البارز والمهم في تاريخ الوطن الذي نذره كل حياته. أعتبرها من الظواهر الصحية، لا سيما لأننا تعودنا على أن لا نكرم الإنسان إلا بعد موته، ولكن تكريم هذا المناضل الكبير العظيم يعتبر ظاهرة صحية. فعلا أنا أحيي وأثمن هذه المبادرة الطيبة وأعتبرها بأنها الطريق الصحيح لتكريم المناضلين اليمنيين. الأخ اللواء عبد الله الضبي له تاريخ عظيم ومجيد، شارك في صنع ثورة 26 سبتمبر، وشارك في الدفاع عن الثورة والجمهورية، وشارك في بناء الدولة المدنية الحديثة. أتمنى له الصحة والسعادة وطول العمر. العيادات الخارجية في مستشفى 48 النموذجي فريد في تقدم الخدمات الطبية والرعاية الصحية منذ استقبال المرضى حتى خروجهم. بعيدا عن الروتين الذي تنتهجه الكثير من المستشفيات اليمنية أثناء استقبال المرضى، تتبع العيادات الخارجية في مستشفى 48 النموذجي أسلوبا مميزا وحديثا في استقبال الحالات التي لا تستدعي التدخل الجراحي. فما إن يصل المريض إلى المستشفى يتم استقباله في قسم الأحصاء ليتم تسجيله وأخذ بصمته لتصنيفه وتخزين اسمه لمعرفة كافة البيانات المتعلقة بحالته في حال تقرر عودته إلى المستشفى. قسم الإحصاء يقوم باستقبال جميع الحالات الوافدة إلى المستشفى ويقوم بتوجيهها نحو الخدمات المختلفة في المستشفى، وإلى حسب الحالات إلى جميع العيادات الأقسام، ويقوم باستقبال جميع الحالات إلى الطوارئ، جميع الحوادث وتدوين التقارير بذلك. ينقل المريض بعد ذلك إلى عيادة الأسرة التي يوجد بها أكثر من طبيب عام مهمتهم معاينة المريض لتشخيص حالته وتحديد العيادة المتخصصة التي سيتم نقله إليها في حال استعصى علاجه في عيادة الأسرة. احنا عندنا في العيادة بنبدأ أول حاجة نعمل اللي هي الفيرست تايم فيزيت للبيشنت، اللي هي نبدأ له البرايمري اسسمنت فور ذا بيشنت، اللي هو يعني ان احنا نبدأ له التقييم الأولي للمريض، نشوف حالة المريض، ناخذ منها القصة المرضية، نعمل لها كامل الفحوصات هنا عندنا في العيادة. إذا احتاج المريض إنه يتحول لأي أخصائي ثاني يتحول حسب الحالة.
إذا كان المريض إنه حالته تستدعي إن إحنا ممكن إن إحنا يتعالج في هذه العيادة، نقدم له الرعاية الصحية اللي يحتاجها. وتضم العيادات الخارجية إدارة متخصصة في شؤون المرضى تتولى مساعدتهم وإمدادهم بالخدمات والمعلومات اللازمة لاستكمال علاجهم، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى المرفوعة من المرضى وتنظيم الدخول والخروج من وإلى المستشفى. مكتب شؤون المرضى فتح في المستشفى ليهتم بشؤون المرضى كاملة، ويعتبر شؤون المرضى في المستشفيات التي فيها الاعتمادية الدولية، وبيقدم خدمات جليلة بالنسبة للمرضى ويستقبل جميع الخدمات وفي نفس الوقت الاحتياجات كاملة للمرضى. عيادة النساء والولادة من العيادات التي تقدم خدمات حديثة للنساء في مجالات الولادة وتنظيم الأسرة والمشورة الاجتماعية. بنقدم خدمات في رعاية الأمومة، الحوامل والعمليات الجراحية وعمليات صغرى عندنا في العيادة. طبعا العيادة مقسمة لغرفتين، الغرفة هنا الذي نستقبل فيها الأمراض، والغرفة الثانية الذي بتكون فيها عملية الكشافة التلفزيونية أو أخذ عينة. طبعا وهذه الأخذ العينة لأول مرة تجرى في المستشفى 48، أخذ عينة من الرحم دون تخدير دون أي شيء، وهذه الأول مرة تجرى. العمليات الجراحية طبعا أجريت عملية استئصال رحم واسطة المناظير مع التشارك مع الجراحة، والأول مرة تجرى في 48 استئصال الرحم. العيادات تضم العديد من التخصصات التي تقدم خدمات راقية للمرضى في مجال جراحة المخ والأعصاب والسكر وأمراض القلب والباطنية والأنف والحنجرة والأسنان والعيون والأطفال والجراحة والعظام. نشرة الأخبار مستمرة ونتابع فيها بعد قليل.